أزمة جديدة بتعيشها سينما بوليوود بعد ما شهدت الساعات الماضية وفاة الفنانة الهندية الشابة تونشا شارما 20 سنة بعدما عثر عليها وهي تشنق نفسها داخل موقع تصوير مسلسلها الجديد، وتم نقلها سريعا للمستشفى لإسعافها إلى أنها تلفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الهندية. تسبب خبر وفاتها في موقع التصوير بحزن شديد، وذكرت وسائل إعلام هندية أن الفنانة الهندية الشابة البالغة عثر عليها وهي تحاول شنق نفسها في غرفة المكياج بموقع المسلسل الجديد، حيث لم يتمكن أحد من إنقاذها، إضافة إلى بدء تحقيقات للتعرف على سبب محاولة الانتحار، خاصة وأنه لا يزال مجهولا حتى الآن. ومع بدء التحقيقات، نقلت وكالة أنباء هندية أن الغرفة التي عثر عليها تعود إلى غرفة المكياج الخاص بصديقها الممثل شيجان خان، وهي جثة هامدة حيث عثر عليها متدلية من أحد الحبال المعلقة بسقف الغرفة. وتم توجيه الاتهام لصديقها بدفعها إلى التخلص من حياتها بعد رفضه إتمام زواجه منها وفقا لوالدتها، حيث دخلت في حالة اكتئاب شديدة. فيما بدأت تحريات الشرطة الهندية لمعرفة سبب الحادث إذا ما كان قتل عمد أو غير ذلك، خصوصا في ظل عدم وجود أي رسائل تنذر بإقدام الفنانة الشابة على التخلص من حياتها بهذه الطريقة الصعبة، وقيامها بتصوير المسلسل والتواجد في موقع التصوير والالتزام. وعقب انتشار خبر الوفاة، بدأ العالم أجمع يتساءل من هي الفنانة الهندية التي لقت مصرعها داخل موقع التصوير، حيث تداول عدد من رواد السوشيال ميديا آخر منشور نشرته الفنانة تونشا شارما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، واللي نشرته قبل ساعات قليلة من وفاتها وهي داخل موقع التصوير وتمسك بين يديها بالسيناريو، والذي يتناقض تماما مع كواليس وفاتها. ودعت الفنانة الهندية في المنشور اللي نشرته عبر حسابها الشخصي بضرورة عدم التوقف عن الشغف والسعي، وهي العبارة اللي اعتبرها البعض أنها تخالف فكرة التخلص من الحياة من الأساس، ومن التشكيك في إقدام الفتاة على هذه الخطوة من الأساس.